طبعا هدف. مساء الخير يا بلدوزر. طبعا يا كابتن مجدي هتطلع تتكلم على هدف امام عاشور وتقول خلاص بقى، يعني ننسى بقى الهدف بتاعك اللي بقالك 36 سنه زللنا بيه، كفايه عليك كده قوي كده. لكن انا عايز ارد على الناس اللي بتقول ان هدف امام عاشور هينسي الناس هدف مجدي عبد الغني. بالعكس. ايه ده بالعكس، انت مصمم لسه يا كابتن مجدي؟ ارحمنا يا كابتن مجدي، ده هدفك يعني، ده جاي من ضربة جزاء، يعني هتحللها ازاي دي؟ بالعكس، الموضوع ده مهم جدا ولازم تفتحوا يعني ودانكم معايا. نفتح ودانا اكتر من بقالنا 36 سنه بنسمعك يا كابتن مجدي. ده انت حضرتك عملت اعلانات اكتر من اللي عملها كريستيانو رونالدو بسبب الجون اللي انت جبته. هدف امام عاشور جه ناحيه اليمين. هدف مجدي عبد الغني جه فين؟ ايوه جه فين؟ ناحيه اليمين برضه، اللي هي كده يعني بروكلين راح لها كده، بس برضه على اليمين. مالها تشابه اهداف ناحيه اليمين، يبقى اذا في تشابه في الاهداف. ايوه، انت ناقص تقول زي كتكوته بالليل، ده هو اللي هيجلدني. امام عاشور جلدك فشاطه ناحيه اليمين يا كابتن امام عاشور من شوطه من بره ال 18 رزعها. حضرتك الكوره من ضربه جزاء مشكوك في امرها اصلا، يعني ده الحكم نفسه اتمنع بعد احتسابه ضربه الجزاء انه يحكم مباريات تاني في كاس العالم يا كابتن. وفي تشابه. هدف امام عاشور عمل تعادل مع، يعني هو تقدم بس في النهايه اتعادلنا مع بلجيكا. هدف مجدي عبد الغني اتعادل مع هولندا. ايوه، فايه بقى ايه الحكمه بقى الاثنين في اوروبا؟ ايوه، يعني ايه الحكمه؟ واحد بلجيكا والتاني هتدخلونا الاتحاد الاوروبي واحنا مش عارفين؟ تشابه. انا بحب امام عاشور. امام عاشور بيلبس رقم 8، انا بلبس رقم 8. شوفوا، نداء لكابتن حسام حسن، من بكره الفانيلا بتاعت امام عاشور لبسوه رقم 77 بلاش رقم 8. هيفضل شطان فيها ويقول لك هو اللي بيقلدني. يعني لحد دلوقتي بديكوا اكتر من حاجه فيها تشابه كبير جدا بين هدف امام وهدف مجدي عبد الغني. عاجبني فيك يا كابتن مجدي ان انت بتتكلم على كابتن مجدي عبد الغني، اللي هو مش انت، يعني مش انت مجدي عبد الغني، فانت بتتكلم على مجدي عبد الغني اللي كان في 90، مش اللي قاعد بيتكلم قدام. واضح الحياديه في كلامك يا كابتن، كله متشابه كله متطابق. الحاجه الوحيده اللي فارقه بين هدف امام وهدف مجدي عبد الغني، ايوه جينا للنقطه المهمه اللي حضرتك هتتكلم فيها، ودي اكيد نقطه حياديه منك، ان انت هتقول ان انت الجون اللي جبته من ضربه جزاء كده اهو يعني ومشكوك فيها. اما امام عاشور فكان اسيست من صلاح وراح رازعها على يمين كورتوا، يعني اكيد في فرق كبير في سرعه الكوره حتى. ان هولندا كانت بطله اوروبا، اما بلجيكا على الله حكايتها. نروح منك فين يا كابتن مجدي؟ لا اله الا الله. يعني حتى الفرقه اللي اتعادلنا معاها وعملنا معاها يعني ماتش حلو والواد جاب جون حلو، بتشكك في الفرقه كمان؟ لا اله الا الله. هي كانت بلجيكا البلد صح؟ يعني لو كنا لاعبنا بلجيكا المحطه كان هيبقى كلامك غير كده. برضه هتفضل مستمر وقافش لنا في الجون، مفيش فايده. لغايه بقى هنعيش لغايه امتى؟ لغايه ما ننسى الجون ده يا كابتن. ده ليه حق امام عاشور لما يرجع من البطوله ان شاء الله يطالب مجلس اداره النادي الاهلي يكتبوا له فرع النادي الاهلي في مدينه نصر باسمه على اللي انت عامله فينا بسبب جون.